السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل وصفة حلوة قوي، يعتبر وصفتين في وصفة واحدة. هنعمل السجق بتاع الجزار بس بدون هنك، وكمان هنعمله بطريقة اقتصادية. يعني هنعمله بطريقتين. هو الفرق بينهم مجرد إضافة بنضيفها ما بين السجق الأصلي بس بدون هانك والسجق الاقتصادي. دي نتيجته النهائية، بسم الله ما شاء الله، حلو جدا جدا. وما تفرقهوش خالص عن السجق اللي بنجيبه من الجزار. ده على فكرة السجق الاقتصادي. وإن شاء الله هنشوف مع بعض الطريقة التانية. قبل ما نبتدي في الوصفة، أحب بس أشكر على يعني أشكر شركة رافال اللي هي بتاعة العجان اللي أنا اشتريته منهم. بصراحة ناس ذوق جدا جدا. أنا كان ضايع مني السلاح بتاع المفرمة بقاله 3 شهور، وبعدين دخت عليه في كل حتة هي عندي في البيت، على أساس إن أنا صعب إن أنا أطلب من شركة أو تبعتلي أو حتى يعني أشتريها من عندهم. قلت دي قطعة صغيرة وهيبقى صعب إن أنا أشتريها حتى منهم. لكن بسم الله ما شاء الله، ناس ذوق جدا جدا. خدمة العملاء بصراحة، أنا بعت كده، قلت أنا وحظي. بعت لهم على واتس وقلت لهم أنا محتاجة القطعة دي، فيا ريت تقولوا لي بكام وتوصلها لي ازاي. بصراحة ردوا عليا وقالوا القطعة دي ان شاء الله هتوصلني من غير ما ادفع فيها ولا مليم. مجرد بس يعني مصاريف الشحن بس، مش اكتر. فانا بشكرهم جدا جدا جدا، وان شاء الله مش اخر تعامل. وحاجتي كلها باذن الله، الاجهزة كلها هجيبها من عندهم، لان العجان بسم الله ما شاء الله كويس جدا جدا. ماشي معايا كويس جدا في في العمايل الحاجة يعني. ده كده صورة من المحادثة ما بيني وما بين الباشمهندس اللي كان بيرد عليا، بس أنا للأسف ناسية اسمه. بس هم ما شاء الله كلهم ذوق يعني. هنخش بقى على الوصفة بتاعتنا. أنا معايا نص كيلو من اللحمة المفرومة، ومعايا 8 كيلو من اللية على البوش، يعني قطعة دهن ومعاها لية. معايا كمان 3 قرون فلفل، ولو صغيرين يبقوا 4. معايا معلقة كبيرة، يعني معلقة كبيرة مليانة، اللي هي معلقة الأكل بس مليانة جدا من الثوم المفروم. معايا كمان توابل أو بهارات السجق، دي بجيبها من عند العطار، برضو معلقة كبيرة على نص كيلو اللحمة. أنا بدوبها هنا في بياض بيضة. بياض البيضة بيعمل على التماسك، وكمان إن احنا لازم ندوب البهارات دي في حاجة علشان تتوزع صح. معايا طبعا ملح معلقة كبيرة، ومعايا عشان الفلفل بتاعي مش حامي فانا حطيت ربع معلقة كده من الشطة. المكونات اللي انا هحطها دي كلها يعني تعتبر هي واحدة، ما عدا بس اضافة اللوبيا. ما تستغربيش، اللوبيا يعني مكون سحري في وصفات اللحوم المصنعة. طبعا كلنا عارفين ان احنا الفول الصويا سمعنا عنه ان هو طبعا مضر للاولاد، فاحنا مجرد ان احنا نسمع حاجه زي كده او نشك فهنخاف طبعا على اولادنا. فزي ما انت شايفه كده، حطيت اللحمه وحطيت الدهون وحطيت التوابل، ما عدا طبعا بهارات السجق حطها على جنب، وقطعت الفلفل. لحد هنا قبل ما نحط اللوبيا، هي وصفه السجق الجزار من غير اي اضافه. لما حطيت اللوبيا دي عبارة عن 8 كيلو. 8 كيلو ده انا سلقاه ومصفياه، وحطيته على بقية المكونات. وانا بصراحة من فرحتي بالقطعة اللي كانت يعني مدوخاني، فقلت هعملهم كلهم في المفرمة، لان بقالي كتير جدا ما شغلتهاش. حطيت كمان دلوقتي خلاص التوابل دابت، حطيتها على باقي المكونات، وابتديت انزلها بقى من المفرمة. بسم الله ما شاء الله، العجان حلو برضو الحمد لله. يعني انجز معايا. هو المفروض ان احنا بناخد حاجة حاجة، يعني الفلفل مثلا ابشره في الكبة واشيله على جنب، وبرضو بقية الحاجة يعني حاجة حاجة كده، واللوبيا برضو. فانا قلت هلمهم كلهم واحطهم في المفرمة، يعملوا لي زي حاجة اسمها تكسير الحاجة. دي بلغة الجزارين يعني.
كده يعني كسرتهم مع بعض. بعد كده هاخدهم برضو لفة تانية في الكبة. انت ممكن من الاول خالص تعمليهم كل مكون تضربيه في الكبة، وبعد كده تلميهم كلهم تضربيهم مرتين في الكبة علشان يديكي خليط متماسك ومتجانس وما يفكش منك في السوا زي ما شفناه كده في اول الفيديو. هنخلص بقى الكمية كلها ننزلها من المفرمة زي ما احنا شايفين كده. بتنزل بكل سهولة من المفرمة، والله العظيم يعني ما فرقتش خالص في الطعم، ولا اللوبيا دي بان لها اثر، ما بان لهاش اثر خالص في السجق، لا طعم ولا شكل. زي نزلناها بقى كده من المفرمة زي ما شفنا ولميناها على بعض، وبعد كده خدتها مرة كمان في المفرمة في قصدي الكبة علشان تنعم وكل الخليط يتجانس مع بعض. كل ما تعجني في الكفتة او في يعني عامة مصنعات اللحوم بتديكي حاجة متماسكة وما تفكش منك ابدا. هناخد بقى الكمية كلها نضربها كده. تمام كده زي ما انت شايفة يعني. بص بقى هنا الكمية ما شاء الله، اللوبيا برضو يعني اديتنا حاجة اقتصادية جدا، يعني بنص كيلو لحمة في الاخر مدينا كيلو وشوية. القطعة دي موجودة في المفرمة، المفروض ان دي بنحشي بيها الممبار، فانا جاتلي فكرة كده ان انا انزل منها السجق، فنزلت كل الكمية منها. وكمان هوريكي ازاي لو هي كفتة ناخدها بالسيخ على طول. بس للأمانة أنا يعني ساعة ما عملتها في القطعة دي كان في بالي إن أنا هعمله كده زي صوابع واسويه على الشكل ده واحطه في سندوتشات الفينو، يبقى مثلا السندوتش ياخد صباع واحد او كده. بس بعد كده ولادي قالوا لي عايزين ناكله بطريقة السجق الاسكندراني، فجيت في الاخر رحت ايه مقطعة بقى كل صباع على قطعتين او 3 على حسب حجمه. وزي ما شفتوا بقى في اول الفيديو. بس هي لو هتعمليها في الكفتة فالحجم ده هيبقى حلو جدا. زي ما انت شايف كده دخلت الخلة الخشبية وبنزل بالمفرمة بيديني صباع كفتة شكله زي الجاهز بالظبط، شكله وكمان سهل جدا من غير بقى تصبيع ولا كلام من ده. مجرد انتي بتدخليه كده لبقية العصاية الشيش وتاخديه على الشوي على طول. فبصراحة العجان بسم الله ما شاء الله يعني نفعني في كذا حاجة. بعمل كمان واحدة من التشيش الكفتة بيديني صباع متماسك ما شاء الله وشكله منتظم، وطبعا هتقدري تتحكمي في حجم طول الصباع. ده بقى شكل السجق اللي احنا عملناه، وزي ما قلتلك انا في الاول كنت عايزاه صوابع طويلة كده عشان هحطها في الفينو. بعد كده لما قالوا لي عايزينه في سجق بقى اسكندراني قطعته كده كل صباع 2 أو 3. بسم الله ما شاء الله الوصفة حلوة جدا جدا واقتصادية كده. انا قلتلك على وصفتين، وصفة السجق بتاع الجزار وكمان الوصفة الاقتصادية. الحركة دي او الخطوة دي انا بعملها ليه؟ علشان انا اللحمة المفرومة اللي كانت عندي كانت متلجة، فطبعا ما ينفعش نشيل لحمة متلجة نشتغلها اي حاجة ونرجع تاني نتلجها. فانا سويته كله في مية زي كده اما اكون بسلقه. وعموما حتى السجق اللي بجيبه من عند الجزار بنزله في ميه الاول عشان يتماسك وعشان الدهون كمان ما تنزلش كلها ويبقى القطع كده متماسكه. زي ما شايفين كده حطيته كله في قلب الميه، في ميه مش كتير، وبعد كده هغطيه بالغطا. بعد كده زي ما شفتي كده طالع حلو جدا جدا. حطيته بقى في علبة، ويا رب الوصفة تكون عجبتك.
وان شاء الله بقى يعني هطلعه في اي وصفة تانية. هنعمل مع بعض بعد كده ال- السجق الاسكندراني، وممكن كمان ندخله في الفطير المشلتت، في المعجنات، في ميني بيتزا. يا رب يكون وصفتي النهاردة عجبتك، وما تنسينيش بقى في اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد. اسيبكم بقى في رعاية الله. بالله عليكم ما تنسوش اللايك علشان هو اللي بيرفع الفيديو. اسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.